متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. قررت النيابة العامة بالدار البيضاء متابعة اليوتيوبرز المثيرة للجدل عائشة صاد المعروفة باسم هيام ستار وزوجها في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي عين السبع، وذلك على خلفية تهم أثارت جدلا واسعا في الشارع المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي. جاء هذا القرار بعد إحالة الملف إلى نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، حيث وجهت للمتهمات تهم خطيرة شملت إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء تأديتهم لمهامهم، ممارسة العنف ضد أطفالها، الإخلال العلني بالحياء العام والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التسول وتقديم قدوة سيئة. أما زوجها فقد وجهت إليه تهمة التسول وتقديم قدوة سيئة فقط. وبدأت القضية بعد تقديم مجموعة من الشكايات ضد هيام ستار اتهمتها بممارسات غير قانونية وأفعال اعتبرت خارجة عن قيم المجتمع. وكانت المتهمة تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بملابس اعتبرت مخلة بالحياء وتستخدم أسلوبا مثيرا للجدل في التعبير عن آرائها. كما أشارت الشكايات إلى اعتداءات جسدية ولفظية على أطفالها وصلت حد ممارسة العنف العلني بحقهم، بالإضافة إلى السب والقذف والجهر بتغيير معتقداتها الدينية إلى المسيحية، مع تصريحات اعتبرها البعض مسيئة للإسلام.